السلام عليكم. سوينا اليوم مقلوبة بطريقتي، طريقة حلوة سهلة جدا جدا وخفيفة. الطريقة موجودة بالصفحة. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وكومنت. الرز ما شاء الله ما عجن معايا. نشوف الطريقة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، كيفكم جميعا؟ اليوم حبيت اسوي معاكم مقلوبة بس بطريقتي. في ناس تطبخها في الرز البسمتي سادة، في ناس بالرز المصري سادة، ناس باللحم بالدجاج تشوي الخضار. انا بسويها بطريقتي. عندي دجاج سلقته وقليته، اختصرت الوقت. موية السلق ما حطيتها على جنب عشان اطبخ فيها. بسويها باذنجان وزهرة وبطاطا جميع. قليت الباذنجان عندي والبطاط، حبة بطاطا واحدة بس يعني للي يبي. البصل، الثوم، الجزر، الفلفل احمر. عندي الرز، حطيت واحد رز بسمتي مع كاسين رز مصري. الشعرية حمصتها مع ملعقة سمن بالحالها خارجي. الحين بضيفها على الرز. الحين حطينا الشعرية، اقلبها مع الرز عشان تتغلف كلها مع الشعرية. بسم الله. بعد ما خلصتها بخليه على جنب، والحين نروح نشوف كيف نبي نطبقها. والحين حطيت ملعقة سمنة، طبعا انا بستخدم سمنة فرن. حط البصل والثوم، خليني نقبله شوي. بعد ما دبل البصل شوي اضيف نص حبة طماطم قصصها بالشكل هذا، فلفل حلو احمر مع الجزر بشطة. طبعا اقول لكم هذه طريقتي انا، حابة تشوي الخضار اشويها، يعني بالنهاية ما قاعدة للطبخ. نقلبها احط شوية هيل. امزج المكونات مع بعض واطبخ. والحين بحط ملعقة من مغرفة من موية السلق. ما شاء الله الريحة تخبر جميل، جربوها راح تعتمدوها ان شاء الله. والحين بضيف الدجاج، الخضار اللي قليناها، والحين اضيف الرز. لما ضفنا الرز خلاص سويتها كذا، نضيف موية السلق حق الدجاج. بسم الله. طبعا موية السلق سلقتها ببهارات 7 بهارات، فلفل اسود، مكعب ماجي. يعني الموية تغطيها مو واجد تكون، عشان ما ابي الرز معجن.
واتأكد من الملح. بس كذا احركها من الوسط. خلاص الحين استنى ان تغلي واتاكد من الملح عشان اضيف الباذنجان. الباذنجان انا ماني بسلقه ولا بقليه، احب احطه على الوجه. يلا لين ما تغلي. الحين بعد ما تاكدت من الملح ونشفت المويه، عندي الباذنجان مقصص بشكل طولي، حطه على الوجه، والفلفل، واقصر النار واغطيه الحين. خلاص لين ما اتاكد ان الرز استوى ونشوف صحي التقديم. والحين قضى. الحين بشيل الباذنجان بحطه بصحن ما بينهرس، ونشوف مع بعض كيف نقدمه. الحين هذا القدر بحط الصحن فوقه واقلبها. هذه ما شاء الله. الحين ارتبها وارجع لكم. هذا هو بعد ما حطيتها. الحين الحبحر اللي شلناه، الباذنجان وزعه. في ناس تسويها حمراء بالصلصه والطماط، جربوا هذه حلوه مره. وبضيف لا اله الا الله بقدونس، العين تاكل. ليمون. اخر شيء بضيف المكسرات، قليت مكسرات مع السمنه. وهذا الشكل النهائي. هذا الرز اطلع معكم هذا، ما شاء الله لا هو معجن ولا شيء. طريقة انك انت تخلطي في الرز يطلع معك الرز نثري. اتمنى انكم تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنت للي يجربها. نشوفكم ان شاء الله بوصفة ثانية.